قربت الساعة وظهرت علاماتها، وكل شيء في وقتنا يؤذن بقربها، والناس منهمكون في دنيا الفناء، وكأنهم ضمنوا فيها البقاء. فأول علامة بعثة نبي الإسلام في أمة جاهلة عبدت الأصنام، فأنهك الكفار بدلائله، وانشق القمر بدعائه. ثم مات خاتم الأنبياء، واستمر في طريقه الخلفاء، ليفتح عمر بيت المقدس الذي اليوم بأقدام اليهود دنس. ثم استفاض المال وعاش المسلمون في رخاء، وظهرت فتن وطاعون وبلاء، وظهرت نار عظيمة في الحجاز، وادعى النبوة كثير من الناس. تقاتل الترك والعجم، قبض العلم وظهر القلم، ضاعت الأمانة، تباهينا بالمساجد وتطاولنا في البنيان، كثر الهرج والقتل والعصيان، ظهرت نساء كاسيات عاريات، كثر المطر وقل النبات، كثرت الزلازل وانتشر الانتحار، شاع موت الفجأة والقمار، تداولنا بالربا وشهدنا الزور، عقنا الوالدين وتاجرنا بالخمور. كل هذه علامات انقضت، أخبرنا بها الرسول منذ قرون مضت، واليوم بقيت علامات صغيرة تحضر لبدء الملحمة الكبيرة. حذر لها الكفار والصليبيون، إنها المعركة الكبرى أرمجدون، حينما يجف نهر الفرات بالعراق، ويظهر جبل من الذهب البراق، يتجمع عليه الناس ويتقاتلون، حتى يموت من 199، وعلى رأسهم 3 خلفاء يدخلون في الفتنة الصماء، فيترك أحدهم الفتنة خلفه، ويهجر مسافرا إلى مكة وحده ليبايع وهو كاره وينصر، إنه إمام الأمة المهدي المنتظر. ويخرج جيش لقتاله من الشام، متجهين بأسلحتهم نحو البيت الحرام، فيخسف الله بهم في بيداء، وهذا دليل صدقه للبشرية جمعاء، فيوحد صفوف المسلمين، ثم يتوحد مع الروم الصليبيين لمواجهة أعداء مجهولين، قد يكونوا من الجن أو الشياطين، فيغلب الخير على الشر، وبقوة من الله ينتصر البشر. فيصرخ أحدهم ينادي: انتصر صليب أجدادي، ليقوم مسلم وبطانه يغرسها في الكافر تبدأ الفتنة، أكبر حرب يمكن أن يشهدها بشر، أعظم جيش يقوده المهدي المنتظر. وبعد قتال 4 أيام يكون النصر حليف الإسلام، في زمن تزول فيه التكنولوجيا والحضارات، ويعود عهد السيوف والفتوحات. ينطلق المسلمون بنزعة دينية، فيفتح روما والقسطنطينية، وتغمر السعادة المجاهدين، وهم بجمع الغنائم فرحين. يحدث ما لم يكن في الحسبان، وتظهر أعظم فتنة من أصفهان، يتبعها 70,000 من الجهال. أول علامة كبرى المسيح الدجال. هو في الأصل من بني البشر، قصير جعد الرأس وأعور، يأمر السماء فتهطل بالأمطار، ناره جنة وجنته نار، يخرج الموتى من القبور، يأمر الكنوز فتتبعه من بين الصخور، يجول أقطار الأرض في 40 يوما، إلا مكة والمدينة تحت حراسة الملائكة دوما. وبعد مضي اليوم 40 يتأهب لصلاة الفجر المصلين، وإذا بهم يسمع بشرى المنادي: جاءكم الغوث ينادي، لقد نزل من السماء النبي والإمام المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. ينزل مسيح الحق من السماء، ينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيصلي الفجر جماعة مع الرجال، ثم يخرج لمحاربة الدجال، فيجيش جيوش المؤمنين، وينطلقوا نحو أرض فلسطين حاملين رايات الجهاد. بصيحات الله أكبر ينتهي الفساد، فينطق الحجر وينطق الشجر: هذا يهودي ورائي فانتصر. ويضرب ابن مريم الدجال بحربه، فيقتله عند باب لد بضربة. وهكذا تنتهي أسطورة اليهود والماسونية.
أسطورة الهرم والعين الأحادية، فيفرح المسلمون بالنصر والمغنم، ثم يوحي الله إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت قوما مفسدين، فاهرب إلى جبال الطور والمسلمين. بعد قرون يؤذن لهم بالخروج، ثالث علامة كبرى يأجوج ومأجوج. فيرثون في الأرض الهمجية والفساد، هدفهم التدمير وتقتيل العباد، لا يستطيع أحد قتالهم، رعاع ولا تحصى أعدادهم، يأكلون الأخضر واليابس بلا مبالاة، يشربون بحيرة في لحظات، والمسلمون في الجبال يطلبون الخلاص، ويدعون الله بابتهال وإخلاص. فيرسل على المفسدين دود النغف، يقتلهم كنفس واحدة بشغف، وتأتي طيور عظيمة تحمل جثثهم، وتمطر السماء تطهر الأرض بعدهم، وتنبت الأرض بخيراتها، وتصير كالجنة بجمالها، وتعيش الأرض تحت حكم الرجال، فطوبى لعيش بعد الدجال، عيش الهدوء والسلام، إلى أن يتوفى عيسى عليه السلام. وبعد أيام تظهر رابع علامة، ظهر الحق واقترب يوم القيامة. الآن لا فرصة لمن أراد أن يتوب، فقد طلعت الشمس من الغروب. وفي نفس اليوم يسمع الناس بدابة خرجت تكلم الناس، وإذا رأت إنسانا وعظت، فتختم على جبين المؤمن بإيمانه، والكافر تختم عليه بكفره، ثم تأتي السماء بدخان مبين. وهذه سادس علامة تعذب المشركين، فينتفخ الكافر ويكاد ينفجر، ولا يشعر المؤمن إلا كزكام عابر. ثم تظهر أول أشراط الساعة، ريح تقبض أرواح المؤمنين جماعة، وحينما يكون كل موحد قد مات، يشهد الكفار وحدهم باقي العلامات، فيخرج القحطان يسوق الناس بعصاه، ويجلد كل كافر في طريقه يلقاه. وبعد أيام أو ربما أعوام يأتي رجل يهدم البيت الحرام، ثم 3 خسوفات تنهي الأرض، تدمر وتفسد النسل والحرب، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، وخسف آخر بجزيرة العرب. آخر علامة كبرى تظهر في اليمن، وتخرج نار عظيمة من قعر عدن، فيشتعل العالم كله بالنار، إن مكان بالشام فيه يجتمع الكفار. حينها يأمر الله إسرافيل بنفخة الفزع، فيهلك من على وجه الأرض أجمع. وبعد 40 من النفخ في الصور يبعث الناس لملاقاة ربهم من القبور. فيا سعادة من هجر المعاصي وكان من العابدين، هو اليوم في جنات ورضوان من رب العالمين. ويا تعاسة من تبع الدنيا ونسي الدين، مأواه جهنم هو فيها من الخالدين. فيا إنسان متى تنوي أن تتوب، حتى يموت الدجال أم تطلع الشمس من الغروب؟ إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وإن أول منازل الآخرة قبره. إن الله غفور رحيم وشديد العقاب، يا رب أكرمنا بين يديك يوم الحساب، وارزقنا التوبة والهداية واتباع الدين، واعف عنا واغفر لنا واجعلنا من عبادك المخلصين، وابعد عنا شر الفتن واحقن دماء المسلمين في سوريا ومصر ولبنان وتونس وفلسطين. آمين، والحمد لله رب العالمين.